قبل ما نبدأ يا ريت تقدر مجهودنا وتعمل لنا لايك للفيديو. وانت بخيل يا عم ولا ايه؟ فيلمنا بيبدأ في دير تبع كنيسة في ايطاليا، وتحديدا مع راهبة اسمها ماري، وهي بتصلي وبتدعي، وبيبان انها خايفة جدا من حاجة. وبعدها بتتسحب وتدخل لأوضة كبيرة الراهبات علشان تاخد من الدرج المفاتيح بتاع البوابة، لأنها عايزة تهرب من الدير. ولما بتوصل البوابة بتحاول إنها تفتحها بالمفاتيح، ولكن مفيش ولا مفتاح بيفتح القفل. وفجأة بتترعب وبتنهار لما بتلاقي 4 راهبات جايين عليها، وكلهم مغطيين وشهم بقماش لونه أحمر. وبتقرر ماري في اللحظة دي إنها تعدي ما بين قضبان البوابة، ولكن على آخر جزء من جسمها الراهبات بيقدروا يمسكوها من رجليها وبيكسروها لها علشان ما تعرفش تمشي ولا تهرب. طين على الكفر. وبعدها بتلاقي ماري نفسها بتابوت خشب مقفول عليها، وبتفهم وقتها ان هم بيدفنوها بالحياة، فبتفضل تصرخ عشان يرحموها، لكنهم بيكملوا دفنها بدون رحمة. وبعدها بفترة بنشوف راهبة تانية اسمها سيسيليا وهي في المطار، وبتكون قاعدة في مكتب التفتيش علشان بيفتشوها، وده لأنها جاية من أمريكا لإيطاليا بتذكرة الدخول بس. ودي إجراءات بتتعمل لأي شخص ما معهوش تذكرة للعودة. بتقول لهم إن الدير هو اللي كلمها وبعت لها التذكرة، وساعتها الضابط ده بيقول لها إزاي أخذت قرار إنها تكون راهبة، خصوصا إن سنها صغير وجميلة. فبتستغرب سيسيليا من سؤاله وتفكيره، وبيتختم لها بتأشيرة الدخول. ولما بتخرج سيسيليا من المطار بتلاقي أنزو من الدير مستنيها، وبيشيل الشنطة عنها وبيرحب بيها. وفي الطريق بتلاحظ سيسيليا إن مكان الدير والكنيسة بعاد جدا عن المدينة، فبقول لها أنزو إنهم خلاص قربوا يوصلوا. ولما بتوصل سيسيليا للدير بتنبهر إنه هو كبير وعريق، وبتستقبلها في الوقت ده واحدة من كبيرات الراهبات واسمها الأم سيبوريور، وبتكون معجبة جدا بجمال وهدوء سيسيليا، وبتوصفها إنها شبه الملايكة. وبتكون سيسيليا مش فاهمة كلامها لأنها ما بتعرفش إيطالي، وساعتها إيزابيل الراهبة بتترجم لسيسيليا الكلام. وبتاخد إيزابيل سيسيليا عشان تفرجها على الدير، وبتعرفها إن الدير ده اسمه دير سيدة الأحزان، وتأسس سنة 1632، وكان وقتها ملجأ للراهبات الكبار في السن والمرضى. وبتوري إيزابيل سيسيليا الأوضة اللي هتقعد فيها، وبتقول لها لو انت عايزة تتراجعي وتمشي لسه قدامك الفرصة. وبتستغرب سيسيليا انها مش عايزة تكون راهبة زيها، وبتعرفها انها خلاص اخذت القرار واكيد ربنا هو اللي عايز كده. فبتمشي إيزابيل وبتسيبها، وبعدها بتكون سيسيليا في الحمام، وفجأة بتلاقي جوين الراهبة داخلة عليها علشان تخمس في سجارة. تستغرب ان سيسيليا أمريكية، فبتقول لك سيسيليا ان الكنيسة اللي كانت فيها اتقفلت. وساعتها لقيت الأب سلتاديسكي بيتواصل معاها علشان تيجي تقعد هنا، وبتغير سيسيليا هدومها وبتجهز علشان تقول النذور بتاعتها قدام الأب سلتاديسكي. ولما بتخلص النذور بتاع سيسيليا بيتكلم معاها تاديسكي على جنب، وبقول لها ان الدير ده من النهارده هيكون بيتها، وكل اللي فيه هيكونوا زي عيلتها. وبيعرفها ان هو هيكون متفاهم لو هي خايفة او قلقانة، لان ده كان احساسه اول ايامه في الدير. وبقول لها ان هو كان مدرس لعلوم الاحياء وعلم الوراثة قبل ما يكون قس، وانه فرحان ان ربنا نور له طريقه وهداه. فبتحكي له سيسيليا ان هي وعندها 12 سنة كانت بتحب تتمشى على الجليد. مرة الجليد اتكسر من تحتها وغرقت في المية، وكان ألم البرودة صعب جدا وحست بالموت وقتها، لكن ربنا أنقذها ساعتها من الموت ورجعها للحياة من تاني. وحاسة ان ربنا عمل كده لهدف معين هي تكتشفه مع الأيام. وبعدها بتكون سيسيليا في الحمام، وفجأة بتسمع صوت حد بيعيط، فبتمشي ورا الصوت علشان تعرف جاي منين. وساعتها بتلاقي راهبة نايمة على الأرض وبتعيط، ولما بتقرب منها بتلاقيها مخبية وشها بقماشة لونها أحمر، فبتخاف من شكلها. وفي نفس اللحظة دي بتيجي الأم سوبريور وبتطلب من سيسيليا إنها ما تزعجش الراهبة، فتسألها سيسيليا باستغراب عن المكان اللي هم فيه دلوقتي. فبتوريها الأم سوبريور مسمار كبير محطوط جوه صندوق زجاجي، وبتعرفها إن المسمار ده هو اللي كان في جسم المسيح وهو على الصليب. فبتتصدم سيسيليا وبتخاف، وفجأة بتلاقي ايدين سحبتها لمكان تاني غريب، وقدامها راهبات مغطيين وشهم بقماش أحمر وبيغرزوا المسمار في بطنها. وبتصحى سيسيليا من النوم مخضوضة، وبتكون فاكرة اللي شافته ده مجرد كابوس. وفي نفس اللحظة دي بتشوف حد معاها في الأوضة، وبتخاف ساعتها وتترعب جدا، وبتفتح النور علشان تشوف مين اللي معاها، لكنها مش بتلاقي حد. فبتقول لنفسها أكيد إنها كانت بتتخيل. وتاني يوم الصبح بتبلغ الأم سوبريور الراهبات عن الأعمال اللي هيقدموها في الدار، وبتشارك سيسيليا الكل.
وبتتعلم حاجات جديدة أول مرة تعملها. وبالليل بتصحى سيسيليا من النوم مخضوضة بسبب واحدة من الراهبات الكبار في السن وبيكون اسمها فرانسيسكا. وبتكتشف سيسيليا وقتها إن فرانسيسكا معاها مقص وبتقص خصوصا من شعرها، فبتاخدها سيسيليا علشان ترجعها تاني لسريرها. فبتلاحظ على رجلين فرانسيسكا أثر لحرق على شكل صليب. وتاني يوم بتحكي سيسيليا لجوين اللي حصل، وساعتها بتحكي لها جوين عن السبب اللي خلاها تيجي الدير وتبقى راهبة، وإنها في مرة طفل صغير ضربها فضربته بعنف، وبعدها تعبت نفسيا من اللي عملته وراحت لمركز إعادة تأهيل. وقتها شافت راهبة وحست إنها عايزة تكون زيها، وقررت وقتها إنها تقدم طلب للكنيسة. وفجأة بترجع سيسيليا كل اللي في بطنها، وبعدها بتروح تعمل تحاليل عشان تعرف سبب الترجيع اللي حصل لها. وتاني يوم الصبح بتكون سيسيليا واقفة عند الشباك، وفجأة بتخاف بسبب غراب بيخبط في الشباك وبيموت. وفي الوقت ده بتنده عليها الأم سوبوريور وبتاخدها للقس والأب سالتاديسكي، وبيسألوها ساعتها إذا كانت فاكرة النذور اللي عملتها أول ما جت للدير، وإنها قررت إنها تبقى واحدة من الراهبات. فبتقول لهم سيسيليا إنها فاكراهم كويس، وكانوا عبارة عن 3 عهود وإن هم إظهار الطاعة والفقر والعفة. وساعتها القس بيسأل سيسيليا إذا كانت فعلا حافظت على عفتها، فبتستغرب سيسيليا من السؤال، فبتسأله ليه بيسأل سؤال زي ده، مش ملاحظين السين بيتكرر كتير؟ فبيطلب منها الأب سالتاديسك إنها تجاوب على الأسئلة بصراحة. فبتقول لهم سيسيليا إنها عفيفة وإنها محافظة على نفسها، لكن القس بيسألها تاني إذا كان حصل بينها وبين أي راجل علاقة قبل ما تيجي الدير، وبيطلبوا منها الصراحة والوضوح الشديد وإنه محدش فيهم هيعاقبها لو هي غلطت. فبتتصدم سيسيليا من أسئلتهم وبتحلف لهم إنها شريفة وعفيفة ومحدش لمسها. فبيسأل الدكتور جالو إذا كان كشف على سيسيليا أول ما جت، فبقول له إن هو كشف عليها وكانت فعلا عفيفة وغشاء بكرتها سليم. وبعدها بقرر القس والدكتور جالو والأب سالتاديسكي إن هم يعملوا سونار لسيسيليا علشان يتأكدوا إن التحاليل اللي ظهرت صحيحة. وفعلا بيتأكدوا في اللحظة دي إن التحاليل صحيحة وإن سيسيليا حامل. وبيكون القس مش مصدق اللي حصل، وبيقول إن دي معجزة وإن سيسيليا حامل من غير راجل زي ما حصل مع السيدة مريم العذراء، وبيكون في قمة سعادته إن ربنا أنعم عليهم بمعجزة زي دي. فبتتصدم سيسيليا ساعتها ومش بتكون مصدقة اللي بيحصل ولا اللي بيتقال. وبعدها بتتكلم مع الأب تاديسكي وبتسأله إشمعنى هي اللي ربنا اختارها للمعجزة زي دي، فبفكرها إن ربنا أنقذها من الموت وهي صغيرة، وأكيد ده السبب اللي هو أنقذها عشانه، ودورها في الحياة اللي هي ما كانتش عارفاه خلاص بان وظهر. وبعدها بيعملوا في الكنيسة احتفال لسيسيليا وبيلبسوها زي العرايس وبيمجدوها وكأنها السيدة مريم. وبعد كم شهر من الحمل الترجيع عند سيسيليا بيزيد، وفجأة بتلاقي اسنانها بتقع لوحدها من غير ما تحس. وكل ما بتدخل مكان بتلاقي كل الراهبات بيوقفوا لها احترام وتقدير لأنها بقت خلاص مختلفة عنهم ما عدا جوين. تفضل قاعدة مكانها وبتتعامل مع سيسيليا عادي، وبتتريق عليها ساعتها وبتقول لها ان هو ناقص ان هم يندهوا لها باسم مريم بدل سيسيليا. وبعدها بتكون سيسيليا في الحمام وقاعدة في البانيو، وفي اللحظة دي بتدخل عليها إيزابيل وبتحاول انها تخنقها وتغرقها في المية. تفضل سيسيليا انها تحاول تتخلص من ايديها وبتصرخ علشان تستنجد بأي حد. وقتها كل الراهبات بيجوا على الصوت وبيبعدوا إيزابيل عن سيسيليا، وساعتها إيزابيل بتقول انها لازم نتحاول معاها تاني وانها المفروض انها تكون مكان سيسيليا. وبعدها بيكشف الدكتور جالو على سيسيليا وبيكون الأب سالتاديسكي موجود، وبيقول جالو لسيسيليا ان الجنين بخير وصحته كويسة. فبترد عليه سيسيليا وبتقول له ان هي اللي مش كويسة وحاسة بتعب شديد لدرجة ان اسنانها بتقع لوحدها، وبتطلب منهم ان هم يودوها المستشفى حقيقي لانها مش مقتنعة بالدكتور جالو لانه هو متخصص ان هو بيعالج المسنين في الدير وما مرش عليه حالة زي حالتها قبل كده. فبقول لها الدكتور جالو ان هي هنا في امان، خصوصا ان الوضع مش هيكون كويس ليها لو العالم بره عرف بمعجزتها. وبيحاول ساعتها الاب سالتاديسكي ان هو يقنعها بنفس الكلام وانها لازم تفضل في الدير لحد ما تولد المعجزة اللي في بطنها. وبعدها بتكون سيسيليا ماشية في الدير وفجأة بتتصدم لما بتلاقي إيزابيل انتحرت من فوق السطح وماتت. وفي الجنازة بتقول جوين لسيسيليا ان اللي بيحصل في الدير ده غريب وشر مش مفهوم، واكيد هم عارفين السبب ورا حملها والسبب ورا انتحار إيزابيل. في نفس اللحظة دي بيسألهم الأب تاديسكي هم بيتكلموا في ايه، فبتتعصب عليه جوين وبتزعق بصوت عالي، تطلب من الكل ان هم ما يسكتوش على اللي بيحصل. وعلى طول بيمسك سالتاديسكي جوين علشان يعاقبها وبيحبسها. وبالليل بتكون سيسيليا في اوضتها وبتعاني من الارق ومش عارفه تنام.
وفجأة بتلاقي البرواز اللي على الحيطة وقع لوحده، ولما بتقوم علشان تعدله بتلاحظ المكتوب على الحيطة كلام، بتكتشف إنها آيات من الكتاب المقدس. تفتح الكتاب المقدس وبتدور على الآيات دي فيه، وبتروح على جوين عشان تصحيها، ولكنها مش بتلاقيها في سريرها، فبتقرر إنها تدور عليها في الدير. وساعتها بتسمع أصوات غريبة، وبتلاقي الخزنة اللي فيها الملفات بتاعتهم، فبتحاول إنها تفتحها علشان تشوف الملف بتاعها، وبتتصدم لما بتلاقي ورق من الجرايد عن الحادثة اللي حصلت لها وهي صغيرة وتحاليل الدي ان ايه بتاعها. وفجأة بتسمع صوت جوين وهي بتصرخ، وصوتها كأنها بتتعذب، فبتفضل ماشية ورا صوتها لحد ما بتلاقيها جوه أوضة ومحبوسة ومربوطة في كرسي وحواليها ناس بيعذبوها. وبتشوف راهبة من المغطين وشهم بالقماش الأحمر تقطع لسان جوين كعقاب عن الكلام اللي بتقوله، فبتترعب سيسيليا وقتها جدا. وفي نفس اللحظة دي بتلاقي سيسيليا الراهبة فرانسيسكا وراها، وبتدي لها الصليب على هيئة شعرها اللي كانت بتقصه، وبتقول لها إنها مش هتخرج من الدير ده أبدا. فبتتصدم سيسيليا وقتها وبتخاف أكتر. وتاني يوم بيصحى الكل على صريخ سيسيليا، وبيخافوا جدا لما بيلاقوها غرقانة في دمها، وبياخدها الأب تاديسكي في عربية علشان يكشف عليها عند دكاترة يعرفهم. وفي الوقت ده بتكون الأم سيبيريور ماسكة ملاية سرير سيسيليا بتتبرك بالدم اللي عليها، وساعتها بتلاحظ ريشة فرخة على الأرض، وبتلاقي تحت السرير فرخة مذبوحة، وبتفهم في اللحظة دي إن سيسيليا بتمثل وإن الدم ده مش دمها. وفي الطريق بتحاول سيسيليا إنها تلاقي طريقة تنزل بها من العربية. تتفاجئ بالأم سيبيريور لما بتتصل على الأب سالتاديسكي وبتقول له إن سيسيليا بتمثل عليهم علشان تخرج من الدير وتهرب. ساعتها بيتعصب جدا وقتها وبيوقف العربية، فبتصرخ سيسيليا من الخوف وبتنزل من العربية بسرعة وبتفضل تجري وسط الأرض، ولكن الأب سالتاديسكي وأنزو بيقدروا يمسكوها وبيرجعوا للدير تاني. وبتكون وقتها محبوسة في أوضة غريبة، وبتكون مربوطة في الكرسي اللي هي قاعدة عليه، وبتلاقي الأب سالتاديسكي معاها، فبتسأله هو عمل فيها إيه وإزاي خلاها تحمل بالطفل اللي جواها. فبيوريها المسمار اللي محطوط في الصندوق الزجاجي، وبيعرفها إن المسمار ده هو المسيح اللي ضحى بحياته عشانهم، وده يعتبر رمز لمعاناته. ولما وصل للمسمار ده اكتشف إن عليه دم المسيح وأنسجة من جسمه لما كان محطوط فيه علشان يتثبت على الصليب، والأنسجة دي كفاية إنها تكون شفرة وراثية. وبعدها بياخد الأب سالتاديسكي سيسيليا لغرفة مليانة برطمانات، والبرطمانات دي جواها أجنة مشوهة محفوظة. وبقول ساعتها الأب سالتاديسكي لسيسيليا إن كل اللي شايفاه ده تجارب دامت ل20 سنة لحد ما ربنا اداله العلم والمعرفة للطريق الصحيح، وعرف إن هي الإناء الخاص باللي هينجح تجربته. وبعدها بتشوف سيسيليا غرفة شبه غرفة المستشفيات، وبقول لها الأب تاديسكي في الوقت ده إن هو ساب علم الأحياء والوراثة بسبب اختلاف الناس معاه في تجاربه ورفضهم للتجارب بتاعته ونظرياته، لكن في الكنيسة صدقوه وأمنوا بيه. وبتكون ساعتها سيسيليا مصدومة ومش مصدقة اللي سالتاديسكي بيقوله، وبتقاطعه وبتقول له انت كده كافر ومذنب. فبقول له انا مش كافر، ولكن انا صاحب نظريه وعلم، وان هو عنده قوه ان هو يستمر بالرغم من فشله اكتر من مره. وفي نفس الوقت ده بيجيب تاديسكي حديده على شكل صليب من النار، وبيخلي انزو يثبت رجليها علشان يلسعها بعلامه الصليب، وبيرجعوها تاني لاوضتها. تفضل سيسيليا تصرخ علشان حد يسمعها ويساعدها، تفضل تخبط على الباب بهستيريا. وبعدها بتكون قاعده مع القس وبتتكلم معاه، وفجاه بتلاقي ضوافرها بتقع. وبعدها بيكشف الدكتور جاله على سيسيليا، وبتكون معاهم وقتها الام سيبوريور. ولما بيسيبهم جاله وبيخرج بتقرب سيبوريور من سيسيليا، تفضل تقول آيات من الكتاب المقدس وبتتبارك بسيسيليا وبالجنين اللي في بطنها. ولكن سيسيليا بتمسك الصليب اللي جنبها وبتضرب سيسيليا اسماء صعبة يا اسطى، تضرب سيسيليا مش مهم بعنف شديد، وبتفضل تضرب فيها لحد ما بتشوه وشها وبتموت. وبتخرج بعدها من الأوضة وبتروح للقس وبتفضل تخنق فيه لحد ما بيموت في ايديها. وساعتها بيشوف الدكتور جاله اللي بيحصل وبخاف جدا من سيسيليا، وبتروح سيسيليا للمكان اللي الأب تاديسكي عامله لتجاربه وبتغرقه بالبنزين عشان تحرقه. وبيجي تاديسكي في الوقت ده وبيشوف سيسيليا وهي عايزة تولع له في المكان، فبيعرفها اللي هي بتعمله ده مش هيمنع أي شيء لأنهم كده كده هيلاقوا بنت غيرها. وفجأة بتحس سيسيليا بالطلق وبتفهم إنها خلاص كده هتولد، فبيستغل الموقف تاديسكي وبيهجم عليها عشان ياخد منها الولاعة، لكن سيسيليا بتضربه على دماغه بإزازة وبتجري منه وبتخرج وبتقفل الباب عليه، وبيقدر يمسكها من الفتحة اللي في الباب. وساعتها سيسيليا بتولع بالولاعة وترميها عند تاديسكي وبتولع فيه. وبعدها بتحاول سيسيليا إنها تلاقي مخرج من المكان اللي هي فيه، وبتكتشف إنها في قبو للكنيسة، والقبو كبير ومليان ممرات. وبتتصدم لما بتلاقي تاديسكي لسه عايش وخرج من الأوضة اللي هي حبسها فيها، فبتحاول إنها تستخبى وتهدى وما تعملش صوت.
لكنها فجأة بتلاقي جثة صاحبتها جوين وبتخاف وبتترعب، وبتكمل تدوير على انها تخرج وتحرر نفسها، وبتشوف ممر في الحيطة ان هو بيخرج بره الدير كله، وللأسف بيهجم عليها تاديسكي وبيمنعها من الخروج، وبيقرر ان هو يولد سيسيليا وعايز يفتح لها بطنها بالمشرط اللي معاه. وسيسيليا بتلاقي جنبها حديدة فبتمسكها وبتقتل بيها تاديسكي، وبعدها بتخرج من الممر، ولكن ألمها بيكون صعب جدا، وبتبدأ عملية الولادة كمان في اللحظة دي. وبتتعذب سيسيليا عذاب شديد جدا لأن الألم بيكون صعب ولا يحتمل، ولما بتولد سيسيليا الطفل بتصدم من منظره لأنه شكله بيكون مرعب جدا ومش طبيعي، فبتقطع الحبل السري بسنانها وبتقرر إنها تقتل الطفل وتتخلص منه، وبتمسك حجر كبير وبتفضل تضرب بيه الطفل لحد ما بيموت. لو انت لسه هنا يبقى انت آخر حاجة، بس خلاص كده بيخلص الفيلم. كلمتين لو انت لسه هنا، تحياتي ليك، حط لنا تعليق يا اسطى، سلام.